ولا صنع الصين ولا صنع اليابان ولا صنع اي حاجه، ده صنع بلدنا. ايه يا جدعان، ايه يا جدعان الدرع ده جايبينه منين؟ هم بيضحكوا علينا. قال لك الدرع بيتصنع عند الانجليز، وما ادراك ما صنعت الانجليز، هتاخد حاجه مضمونه. الشناوي يرفع الدرع يقع. ايه يا جدعان، ايه يا جدعان، ما بنعرفش نكمل حاجه للاخر، ما بنعرفش نكمل. ايه يا جدعان، انا مش عارف يعني. انا قعدت اضحك 10 دقايق. انا كنت خوفي الشناوي يلبس الحله في دماغه، دماغه تتفتح. لا يا جدعان، لا يا جدعان، هو احنا ليه كده؟ ليه كده ما بنكملش الحاجه للاخر؟ والله ثروت سويلم بيقول لك ايه؟ بيقول لك عشان الشركه المصنعه للدرع ما كانتش عارفه ان الدرع هيتشال كده. طب يا جماعه سؤال واحد، سؤال واحد، ما تعصبوناش والنبي، ده الدرع بيتشال ازاي؟ ما هو اي حد في الكوكب بيشيل الدرع مثلا كده اهو، يعني مثلا هات الكتاب بتاعي ده، يشيل مثلا بيرفعوه كده اهو، فاهم؟ بيرفع الدرع كده. هنشيله ازاي؟ ما مش فاهم. هنشيل الدرع ازاي؟ ما انا مش فاهمك. قال لك عشان هم فاصلين القاعده اللي فوق عن القاعده اللي تحت. ايه يا جدعان؟ طب نربطه نلزقه بامير. عيب قوي، عيب قوي. طب كنت يعني لاغي الشناوي. ما لو انتوا بقى فاهمين في الموضوع، لا الشناوي ما تشيلش الدرع كده، يبقى شيله كده اهو. ما هو برضه الشناوي ما يعرفش، ما هو الشناوي بيشيل الدرع والبطولات طول عمره كده. اشمعنى ايه اللي جد؟ فيا جماعه والله حاجه تكسف، قسما بالله حاجه تكسف. مش عارف مصنعينه فين. تعالى يا ابني، تعالى يا ابني، شوف لنا يا ابني حوار الدرع ده.